تعود مرة أخرى. وصلنا للدقيقة 17. الهجمة لأبناء المجر. ديلي ناحية اليمين، يمشي ديلي يستلم ويرجع بالكورة ويفكر. خد وقته في التفكير، ادى الفرصة لكابرال، لكن في النهاية ضغط كابرال لكن اتلعبت عالية. وأول أهداف اللقاء. شوف ده اللي كنا بنتكلم وده اللي كنا بنقول عليه، انه فريق متمرس وفريق لديه خبرة أوروبية وفريق خطير. وبالفعل من هجمة منظمة اتلعبت الكرة عالية جوه منطقة الجزاء، وكريستوفر زاكاريسن اللاعب النرويجي يطير لفوق ويسكنها في شباك. كان في هارتلاند، لعب في انيمبا بالمناسبة. استلام من الخطير جدا سافيولو، يجيب منها ضربة ركنية. الاثنين بيطالبوا بالكرة لصالحهم. طرابزون عاصفة البحر الأسود، عالية من صلاح لكن يبعدها الدفاع. ترجع الكرة تاني بوشواري، ما سددش المرة دي، ما تشطش، وصلاح بخارج القدم، روعة على راس اونواتشو، لكن الدفاع المجري بالمرصاد ويخرجها ويبعدها إلى ضربة ركنية جديدة. شوف بول اونواتشو، لكن دفاع الفريق المجري بالمرصاد. الفارق في التعامل إلى بينا. ترجع الكرة إلى كاباساكال صاحب الدور الدفاعي الواضح جدا في نص ملعب طرابزون، لكن اتقطعت الكرة، ما كملتش هجمة طرابزون. وصلت الكرة إلى صاحب الهدف زاكاريسن، كريستوفر زاكاريسن، عرضية ومرة أخرى، لكن المرة دي أوسكاسار يتراجع يغطي بشكل كويس. شينك أوسكاسار رقم 39 هو اللي يطير المرة دي لفوق ويلحقها. يعني ساعات بتهرب منه كده، بتفلت الموضوع، بيفلت وبيتسبب في أخطاء أو بيرتكب يعني أخطاء كبيرة. ويرجع لورا اونواتشو. شوف راجع فين اونواتشو، راجع لقبل نص الملعب عشان يستلم ويساعد عليه كاباساكال. أمامية كابرال، وقع كابرال، حكم اللقاء صفر. وأول انذار في هذه المباراة للنيجيريا الأولى في هذه المباراة لديلي رقم 11. لعبت الكرة تاني عالية جوه منطقة الجزاء، تترد من جديد، ما زالت جوه منطقة جزاء فيرنس فاروش، ومحاولات لترابزون سبور. صلاح يستلم، صلاح يرجع بيها مرة تانية على الأرض ناحية اليمين، وكرة عرضية عالية لكن مشيت بالعرض. الرأسية تمشي بالعرض، سافيولو يلحقها قبل ما تخرج، بيطالب بخطأ تاني خطأ وعنف متكرر ضد كده على فكرة في البرتغال. اتلعبت من سافيولو عالية لكن يبعدها الدفاع. خط السنتر لخط نص الملعب بيساهم في بناء الهجمه. تلعب الكره تاني، صلاح بشماله عاليه جوه منطقه الجزاء، لكن اقوى من اللازم، اقوى من المطلوب، تمر من الكل وتخرج الى ضربه مرمى. فرق 1-0. كره اماميه تعود من جديد لمحمد صلاح، يلعبها اونواتشو، يستلم ويقع. تتواصل الاعتراضات، تتجدد الاعتراضات من النيجيري ومن كل جمهور طرابزون في بابات، من جانب الرفض واضح جدا، يعني رفض حاسم وقاطع جدا من ايجور باياتش، ورافض احتساب اي شيء. تلعب الكرة تاني، صلاح ياخدها لنفسه، يقع برضه صلاح جوه المنطقة، وايضا حكم اللقاء يرفض هدف ذاتي. جيني جوزيف رقم 75. كرة على الارض، ترجع مرة تاني في الجهة اليسرى، كادو البرازيلي يمر من بينا ويلعبها عالية، لكن لمست بينا حط فيها رجله، وبالفعل الكرة تاخد طريقها وتتحول الى ضربة ركنية لفيرنس فاروش. ادي كرة اونواتشو اللي بيقول ان فيها ضربة جزاء، يعني هي سوفت قوي على صلاح، ونجح ان هو يلمس الكرة فعلا. كرة عالية واونانا يبعدها على طول بقبضة ايده. ثاني الى صلاح، كاباساكال مليح على الارض لشينك، انطلاقه من الجهه اليسرى لسافيولو، يا ولد لعبها حلوه قوي. كابرال برضه بيقول ان في دفعه سيدني لوبيز كابرال، لكن برضه حكم اللقاء ايضا يرفض
وتتحسب الكرة ضربة مرمى. تفكير عميق من السلطان يفكر. ممكن الاثنين حتى نشوفهم في تشكيلة طرابزون كبدلاء يعني مع الشوط الثاني. وفي مالينوفسكي كمان رقم 17 جديدة يعني على مرمى دينيس ديبوس. أمامية مرة أخرى في مساحة برضو ناحية اليمين. ديلي، يوسف ديلي يتقدم يدخل جوه منطقة الجزاء، يمشي وأونانا برجله الكاميروني يطير وينزل على الأرض، وبالقدم اليسرى أندري أونانا ينجح في إنقاذ هدف مرمى. كمان الضربة الركنية تتلعب الكرة تاني بره منطقة الجزاء عالية، وبنفس الطريقة بنفس الاسلوب ونفس اللاعب كمان، لكن يجلي المرة دي ويخرج أونانا يمسك. يبدأ الهجمة برضو أونانا، واضح ان معتمدين او متفقين ومتدربين على الموضوع ده. الهجمة المرتدة اللي بيقودها أونانا بسرعة، صلاح يا ولد، والكرة روعة التمريرة، لكن المحاولة كانت من أوموت ناير كاد ان ينير الطريق امام طرابزون سبور بتسجيل هدف التعادل، لكن كورته تمر يا دوب جنب القائم وتتحول تبقى ضربة مرمى. ادي انطلاقة صلاح، وادي رؤية صلاح، وادي تمريرة صلاح. الكرة كانت في حالة تسلل. نوايو يلعبها الى بينا، ملعب 31، ثم جنشلر برليجي 6 سبتمبر، ثم كونيا سبور 13 سبتمبر. انطلاقه ثاني عرضيه جوه منطقه الجزاء، لكن يتدخل كاباساكال مليح، يحط رجله ويقطع تسلسل الهجمه المجريه. ليلار او النبيتي والازرق كما يطلق على هذا الفريق وعلى هذا النادي. انطلاقه من الجانب الايسر، تاني هجمه مجريه يدخل بيها من ناحيه الشمال وبيمينه يلعباني، لكن تعلى الكره لفوق وتتحول الى ضربه مرمى. تلعب طويله الامام، صلاح مشيت الكره، استلام جوه منطقه الجزاء وسط صلاح، وسط 3، وقادر على انه يمر منهم جميعا، لكن في النهايه كوربو ماريوش كوربو اماميه الى ديلي لابو صلاح، ولأول مرة يبدأ في التشكيل الأساسي. ادي صلاح، مطالبة برضو بلمسة يد، حكم اللقاء يرفض وبوشواري يقع. حكم اللقاء المرة دي يصفر ويحتسبها ضربة حرة، لكن بدون انذارات بدون بطاقات. بيتألم بنيامين بوشواري، ادي بوشواري، والعرقلة واضحة والتدخل واضح والعنف واضح ايضا. خلينا نشوف، ادي كرة صلاح، ادي واحدة وادي التانية، وبرضه ليتهم يعني. دي 44 صلاح يلعبها بشماله عالية جوه نوايو ناحية اليمين لبينا. صلاح يتحرك في الجانب الايمن، صلاح يستلم، يرجع مرة تاني الى بوشواري، وبينا يقرب، وأونواتشو كمان مقرب. اتلعبت عالية، لكن أونواتشو كان خرج بره منطقة الجزاء، وبالتالي الكرة العرضية واللي هو يعني الكرة العالية اللي بينا ما لقيتش متابع، ونجح دفاع فيرنتفاروش القوي في ابعادها جدا. وضربة حرة دقيقة واحدة وقت بدل ضايع، وتقريبا خلاص يعني هي دقيقة واحدة وخلاص في طريقها للانتهاء. فرصة وضربة ركنية، وحكم اللقاء يحتسبها ضربة ركنية ويمدد الوقت لحين تنفيذ الضربة الركنية. شينكو اسكاسار والكل في الانتظار، عالية جوه المنطقة لكن يبعدها الدفاع. وفي هذه اللحظة تأتي صفارة مجر فيرنتفاروش بهدف سجله زكريا ياسم في الدقيقة 16 النهارده على فكرة بالزي البديل. ده الزي البديل، هو ألوانهم أبيض فأخضر كده، لكن النهارده بالزي البديل في مواجهة طرابزون سبور. في الشوط الأول كان هو الوجه الأخضر وكان هو الأقرب. ديلي اتقطعت الكرة، اتضغط عليه كابرال وسافيولو. كابرال ناحية الشمال، سافيولو فين؟ سافيولو اتلعبت لصلاح جوه المنطقة، صلاح والتسديدة والمحاولة. لمست لا ما لمستش. الكرة تاخد طريقها وتمشي يا دوب بجوار القائم في محاولة جديدة من المو
في محاولة جديدة من الكينج محمد صلاح. بقول لحضراتكم لسه بنتكلم ولسه بنقول ضربة جزاء، لكنه رفض كل هذه المطالبات. شد واضح من القميص، شد واضح جدا، لكن حكم اللقاء يعني ما اداش اتاحة الفرصة، صفر وحسبها فاول واداله انذار كمان، واعتراضات من لاعبي طرابزون. ضربة حرة وادى انذار كمان. ادي سافيولو، يمشي سافيولو عرضية عالية جوه المنطقة تمر من الكل، ترجع مرة تاني الهجمة والانطلاقة من جوه المنطقة من ناحية الشمال، مرور وتاني تسديدة قوية من كابرال، صلحها له حطمنز. بيتراجع معاهم بقى ثالث معاهم في دفاعات الفريق المجري، وبالفعل دفاع منظم جدا لهذا الفريق بقيادة المدرب بالاس بوربيلي. هذه انطلاقة ومرة تانية اونواتشو مستني فيرنس فاروش اللي ما بيغلطوش. دفاع الفريق المجري لا يخطئ، وبقول لكم في حالة تركيز كاملة. لكن ايه، قربت الكرة تاني، كابرال انطلاقة وشمشير عرضية، لكن يبعدها ماريانو جوميز. تتكسر، يلعبها ناحية الشمال إلى كابرال، ياخدها لنفسه ويمشي في مواجهة النيجيري ديلي، وتتلعب الكرة جوه منطقة الجزاء إلى نوايو. حاول يمر، يلعبها للأمام، سافيولو خدها لنفسه ومشي من ناحية اليمين. سافيولو عرضية، جول! مش ممكن. ومرة تاني صلاح يتابع، ما يخرجش بره منطقة الجزاء، يصطاد العرضية بشكل رائع، لكن يتألق الحارس ديبوز وأيضا العارضة، ويعني يحرم طرابزون سبور. سافيولو من ناحية اليمين وبالمقاس، ادي واحدة وادي الثانية. شوف في العارضة الأول ثم في الحارس بعد كده، ويتابعها كمان صلاح لكن تضيع. ادي الكورة وشوف في ظهره، يعني مش مثلا تخبط في ظهر ديبوز وترد في المرمى، لا، سوء حظ الحقيقه. اونواتشو طار عليها بشكل رائع جدا، لكن العارضه تنوب عن دينيس ديبوز في ثاني بتصميم اكبر، باراده اكبر، بضغط، بحصار، باقتراب اكتر واكتر، وكوره ومره تاني عليها طرابزون. الطويله تتلعب لصلاح، يبعدها الدفاع، ترجع الكرة مرة أخرى شمشير وعلى شماله صلاح، حطها بالفعل صلاح، قصيرة شوية لكن يجري عليها صلاح ويضغط، ياخدها لنفسه محمد صلاح، يرجع بالكرة مرة تاني، كابرال ما تفهمش هي تسديدة ولا عرضية، وكان سيء الحظ جدا في الكرة الأخيرة اللي في العارضة، وديبوز كان محظوظ جدا. ادي صلاح، يمشي صلاح، يدخل جوه منطقة الجزاء لكن يبعدها الدفاع. لكن بدأ طرابزون يقرب، وبدأ يصل بشكل أخطر ما شفناهوش في الشوط الأول. ادي كورة تاني، ديلي وأونانا تاني، ويرد ايضا فيرنس فاروش بمحاولتين، واحده اللي اتحسبت اوفسايد، وادي واحده تانية اهي. العرضيه والانطلاقه كانت من ديلي، يوسف ديلي اهو، رقم انذار برضو في الاخر، يعني طلع له الكارت عادي جدا، انذار للمدرب طبعا بالاس بوربيلي. كوره تاني، صلاح يلعبها من ناحيه اليمين جوه المنطقه، التسديده من بره منطقه الجزاء، والمفروض انه اغلب الوقت يبقى متواجد في منطقه الجزاء، لانه هو ما شاء الله يعني البنيه الجسديه والطول، فحركته صعبه، حركته تقيله يعني. ادي كوره تاني جوه المنطقه لجوزين كابرال، شمشير ياخدها لنفسه، ارال شمشير يلعبها جوه المنطقه الكابرال، عرضيه واونواتشو. في الشوط الثاني يبدو اقرب واخطر، وبيقرب شمشير وكابرال، ضربة جزاء، لا برضه يرفض حكم اللقاء، وكأنه يعني واخد قرار من قبل المباراة كده انه لن يحتسب. كام كورة بيطالب بيها طرابزون، كام كورة بيطالبوا بيها بضربة. وصلنا للدقيقة 64، لمسة حلوة قوي من صلاح، وادي الانطلاقة، مالينوفسكي يلعبها لكن ما تلاقيش حد، وراحت سهلة قوي بين ايدين الحاسم باشا في الدوري برضو الاسبوع اللي فات. واضح ان هو لسه مش جاهز بدنيا يعني بنسبة 100%. ادي انطلاقة ومرة اخرى، المرة دي بيطالب ادي ارنست موش، عائد من ولاعب مهم جدا على فكرة، ولاعب ايضا خطير. لمسة حلوة قوي يا ولد، ادي ال1-3، اظبط العرضية، التماس لبينا
فاجنر بينا يلعبها لصلاح، استلام من ابو صلاح، يقع صلاح وحكم اللقاء المره دي اخيرا. الكل مجهز الموبايلات، الكل فاتح الكاميرات، وصلاح على القائم القريب لكن ضاعت. رجعت الكره مره تاني صلاح وبينا واخد مكان، تتلعب الكره الى ارنست لمالينوفسكي. مالينوفسكي كان هيسدد لكن غير رايه. كابرال في الجهه اليسرى، شمشير ياخدها، يمشي شمشير، يقرب مالينوفسكي، عرضيه اونواتشو تاني. اونواتشو بقول لكم ما يخرجش من منطقه الجزاء، هو يعني مواصفات التريلا، اثاره، سرعه، حماس، ترقب كبير، لان نتيجه 1-0 حتى الآن شوفها، والقادمة رأسا ومباشرة من بابارا بارك طرابزون، فبيلعبوا بهدوء أعصاب أكتر يعني. كرة الأمام لإرنست موشي، مالينوفسكي يلعبها ناحية الشمال لكابرال، بيمينه كالعادة كابرال، وصلاح يردها جوه منطقة الجزاء. اونواتشو يصلح ومين يسدد، والتسبور. ركنية جديدة لعاصفة البحر الأسود. أبو صلاح إلى إرنست موشي، وصلاح يجري ياخد مكان، عرضية تاني اونواتشو لكن يبعدها كالعادة ماريانو جوميز وراماكارز. تعود من جديد إلى كابرال على الارض، شمشير يدخل جوه منطقه الجزاء، يصلح بيمينه ويسدد لكن بعيد. راح لسه لغايه دلوقتي الكره مستعصيه على نجوم طرابزون سبور. ادي بينا يا ولد صلاح، بينا جول، مش ممكن يا بينا في ديبوز، وتتحول الى ضربه ركنيه تاني. عرضيه اونواتشو، ركنيه لا، حسبها ضربة مرمى حكم اللقاء زكاريسن، كريستوفر زكاريسن اللاعب النرويجي الدولي في شباك اونانا. الهولندي فازوا بره ملعبهم 2-1 وتعادلوا على ملعبهم 2-2. ثم في الجهة اليسرى شمشير بيطلب الكرة لكن تصل الى مالينوفسكي. شمشير راحت له الكرة بالفعل، ادي شمشير بيمينه عالية جوه منطقة الجزاء، وكبرال الضربة الركنية تتلعب عالية، والرأسية اونواتشو، وصلاح يسدد صلاح لكن تخبط الكرة، تترد مرة أخرى إلى محمد صلاح، ياخدها لنفسه، تتقود إلى بينا. فاجنر بينا يتقدم، تمريرة لصلاح، استلام من صلاح، يمشي صلاح ويجري بينا ياخد مكان، والتمريرة لكن سيدني لوبيز كابرال. شمشير يستلم الكرة وكابرال يجري ياخد مكان لكن تتلعب، وعرضية من إرنست فريق فيرنسفاروش، وتأتي مساندة ومساعدة كده بسيطة جدا. عرضية تاني جوه المنطقة لكن ترتد من جديد إلى بينا وأونواتشو لكن أعلى من اللازم. موشي، ادي ليني جوزيف خرج، كرة عالية لكن تمر من الكل، وشارك الاسم لكن واحد جونيور واحد سينيور يعني كريستيان لي هو كده مرضي. 24 ايراد. كرة ناحية اليمين تصل الى موشي، إرنست موشي، وكرة مرة تانية اونواتش. فار هيتفق معاه ولا لا؟ واضح ان الفار اتفق معاه، وبالتالي يستأنف اللقاء برمي التماس. ادي إرنست موشي البديل، تتلعب الكرة موشي، وتصيده بطولة أوروبية بالفعل. عشان كده قلت لكم في الشوط الأول بالفعل هي مواجهة صعبة، ويعني القرعة كانت قاسية شوية على طرابزون سبور في بداية المشوار يعني، لكن لسه متأخرين بهدف، لكن ما زالت المحاولات مستمرة. صلاح عالي من صلاح، وأونواتشو هيلف، لا ما بيلفش، هو يصلح ويعدل ويحاول، والتمريرة لكن برضه مطير ايسر اتحول دلوقتي بقى ظهير ايمن، ومصطفى هو اللي راح هناك. صلاح ياخدها لنفسه، صلاح ناحية اليمين، يمشي صلاح من الجهة اليمنى وبالقدم اليمنى من جمهور طرابزون، لكن فيرنسفاروش هجمته تكمل، عرضية في منتهى الخطورة لكن كابرال يعمل تغطية عكسية ممتازة، وجاءت الفرصة للتسديد، والتسديدة لو انتهت المباراة بهذه النتيجة أو بخسارة
حرة جديدة، وعلى التنفيذ كالعادة صلاح عالية جوه منطقة الجزاء. نوايو لكن يبعدها الدفاع، وصفارة وضربة حرة المرة دي في مكان رائع، في مكان مميز جدا، وانذار كمان في هذا اللقاء. الاربع انذارات من نصيب لاعبي فيرنسبارش. ابو صلاح موشي تتصلح، صلاح يسدد لكن تخبط.